السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ النهارده الفيديو عن ازاي قلعت اولادي الحفاضات وعودتهم على الحمام، على التويلت. في الحقيقه انا مكنتش ناويه ان انا اعمل الفيديو ده دلوقتي، وكنت ناويه ان انا اسيبه اوريكم خطوات عمليه كده ازاي بعمل بقلع اولادي الحفاضه لما اجي اعود عمر ان شاء الله. بس الفيديو طلب مني الحقيقه كتير، قلت انا هحكي لكم عن تجربتي مع بودي ورقي. اول حاجه، انا بعلم اولادي على التويلت، اللي هو التويلت نفسه، يعني مش البوتي او القصريه زي ما في ناس بتقول عنها. لا، التويلت نفسه بجيب لهم اللي هو القعده اللي هي بتاعه الاطفال، اللي هي المنجده دي اللي عليها الوان واشكال. وبعد كده بجيب لهم اللي هي التانية البلاستيك اللي مفيش عليها اشكال، اللي هي البلاستيك بس مش فيها يعني تنجيد. آم، اولا اصلا يعني قبل ما نقول اي حاجة، ازاي تعرفي ان ابنك يعني مستعد في المرحلة دي ان هو خلاص هيقرا البامبرز ويتعلم الحمام؟ هو نفسه بيبقى بيقولك يعني. ممكن تلاقيه زي بودي كده. بودي كان ايامها ايه، غيرت له نوع الحفاضة، وكانت جات له زي تسلخات كده، وخلاص يعني هو خلاص جسمه ما عادش قابل الحفاضات. ف في المرحلة دي خلاص انا اضطريت ان انا هقلعه البامبرز عشان خاطر التسلخات اللي عنده. ف خلاص بقى عودته على الحمام. انت ابنك ممكن يعمل ايه؟ ممكن يقلع البامبرز، يفك البامبرز كده وتلاقيه بيرمولك في الشقة. في علامات كتير حسب كل طفل بتبان عليه. طبعا الطفل الاولاني هو بيكون اصعب طفل في تعليم الحمام. بعد كده الطفل التاني والتالت بيكون اسهل. ليه؟ لان انت بيكون عندك تجربة، وبيكون هو الطفل ده شايف اخواته قبله بيدخلوا الحمام، بيستعملوا الحمام، فبيكون توصيل الفكرة ليه ايه اسهل. فزي ما قلت لكم انا بعلمهم على التويلت الاول، علشان خاطر لو انا علمتهم على القصرية وجيت بعد كده اقعدهم في الحمام، هيبقى كأني ببدأ من اول وجديد. فانا يعني تجربتي مع اولادي ان انا بدأت معاهم التويلت على طول. اصلا اولا الطفل بيبقى خايف من التجويف بتاع القعده ده، وبيبقى فاكر ان هو هيقع فيه. ده السبب امهات كتير تقول ابني بيتشنج مش عايز يقعد على القعده. وده حصل معايا انا. ابودي برضو ما كانش راضي يقعد على القعده، بيبقى هو خايف ان هو هيقع. فانا كنت عملت ايه؟ جبت الدباديب بتاعته، دباديب كبيره شويه، وحطيت اللي هي القعده بتاعه الاطفال فوق التويلت، وقعدت الدبدوب عليه علشان خاطر ايه؟ يفهم ان هو مش هيقع. الدبدوب مش وقع، ما وقعش، انا كمان مش هقع. وكانت القعده دي كان جاي معاها صوره كده لصوره طفل قاعد على التويلت، فعلقتها له قدامه على سيراميك الحمام قدامه. وجبت كل الالعاب اللي هي المطاطيه، البطوطات والحاجات اللي هي دي، وحطيتها ايه، مليت البانيو وحطيتها في البانيو. وجبت كرسي ليا من اللي هو بتاع المصايف اللي بيتلم ويتفرد ده، كان عندي اصلا، حطيته في الحمام وقعدت بقى قدامه. قصص بقى. وقعدت بقى فرغت نفسي الثلاث ايام دول، يعني اعتبر ان انا كنت مقيمه في الحمام معاه. كان بقى بيقعد يلعب بالالعاب، يقعد يلعب في البانيو شوية. ممكن نقعد بقى نقرأ في القصة اللي انا قلت لكم عليها دي، نغني بقى كل الهبل اللي انتم متخيلينه في العالم كنت عايشاه معاه. لان ده طبعا كان اول بيبي، ما كانش عندي ايه مسؤوليات تانية كتير يعني غيره. كان هو يعتبر هو اكبر مسؤولية في المرحلة دي، كنت مفرغة نفسي ليه. وقعدنا بقى اول 3 ايام نبص على الصورة واوريه في التليفون صور اطفال قاعدين على البوتي. وكان في كمان كرتون كده ياباني كان عن نمر ومامته وباباه، فكانوا مصورين الفكرة كده بشكل زي درامي كده، وكانوا مصورين ان البيبي ده زي نقطة في بطن النمر الصغير ده، وكانت هو بطنه بتوجعه ساعة ما يجي يعمل بيبي ويروح على التويلت، والتويلت يكلمه. شكل كده كرتون يعني ايه، يدخل على الاطفال. والصور اللي قلت لكم عليها، اقمنا انا وهو في الحمام بالظبط 3 ايام لحد ما خلاص عمل اول مرة. 50% من نجاح الموضوع ده هي في اول مرة الطفل بيعملها دي. كان معايا ازازة مية
وبشربه كل شويه عشان انا الفكره اللي عندي ان انا عايزاه يعمل جوه الحمام. هو كان بيفضل ماسك نفسه لانه هو مش لابس البامبرز، كان بيفضل ماسك نفسه، فلحد ما خلاص ما عادش قادر ماسك نفسه قعد بقى يصوت بقى ويتشنك ساعتها، لحد ما خلاص قام عاملها بقى. قعدنا نسقف بقى وعملنا له هيصه وحفله في البيت انا وبابا. هو بقى فهم ان دي حاجه تفرح، بدأ بقى يفهم. خلاص بقى خرجنا، ما قعدناش معسكرين بقى في الحمام، كل ربع ساعه كنت بدخله. طبعا كان بيعمل مره وعشرة لا. تكوني انت بقى مجهزه نفسك في المرحله دي، جايبه بنتيهات بقى اندر وير مثلا جديده. انا كنت جايبه له اندر وير عليه سبايدر مان بقى واشكال كرتونيه وكده، وقلت له هنلبس دوت بدل البامبرز. انا مش بشجع ابدا الاندرات اللي هي بمشمع، ولا اندرات اللي هي الكيلوت اللي هي زي بتاعت بيبي جوي اللي هي مش بلزقه اللي هي بتترفع دي. لا ديت برضو بتحسس الطفل ان هو لسه لابس البامبرز زي ما هو. لا سيبيه يحس باحساس البلل. انا كنت بلبسه ايامها يعني بنطلونين او 3 فوق بعض. انت بقى عليكي يعني هي مرحلة متعبة، هتلتزمي في البيت في الفترة دي، ما تخرجيش بره. هتحاولي بقى ان انت فضي نفسك من اي حاجة، لا هتخرجي ولا هتروحي ولا تيجي، انت وابنك هتفضلوا قاعدين في البيت في المرحلة دي، مرحلة اسبوعين مثلا او نقول 3 لو طفل صغير، علشان على طول تلحقيه على الحمام. بعد كده هو بقى بدأ خلاص يتخلى عن البامبرز، ما كنتش بوريه البامبرز خالص، كنت بلبسه حتى بتاعه النوم وهو نايم، ما كانش بيشوفني وانا بلبسها له. فخلاص بقى هو بدأ يتعود بقى يعني في المرحلة دي. طبعا هو عمل مرة في الحمام و10 بره. مش هقول لكم ان انا كنت ملاك يعني وبرفرف بجناحين، برضو كنت لسه ام جديدة وما كانش عندي خبرة قوي في التربية. كنت زي اي ام بتنرفز عليه وبيصعب عليا السجادة والعفش اللي كان لسه يعني جديد وكل ده. بس كنت محضرة يعني ديتول وبرسيل جل وفوطين كده بسرعة، كان اي حادثة تحصل في اي مكان كنت بلحقها على طول. وكنت محضرة على طول زي طبق كده في الحمام بغسل فيه، لو مثلا البنطلون عمل فيه بيبي ميه بس بغسل فيه على طول وانشر، عشان طبعا مش هتلحقي بكمية واعداد بناطيل رهيبة. فبس اللي بوصيكي بيه في المرحلة دي الصبر 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 وطولة البال، طولة البال. هتقولي لي ابني بتشنج، ابني عنيد، ابني مش عايز يعمل في الحمام. جربي الخطوات اللي انا قلتلك عليها. الرسم، كنا بنرسم وبنعمل شكل ولد وقاعد على البوتي. كنا بنحكي حواديت عن الدبدوب او القطة او اي حيوان بشكل مبسط كده، حدوتة اللي قلع البامبرز وبقى ولد كبير وبقى بيعرف يعتمد على نفسه وبقى نظيف. كنا بنتفرج على الكرتون اللي انا قلت لكم عليه ده، كنا بنتفرج على صور اطفال، كنت طول ما انا قاعده بوريله صور الاطفال، كنا طول ما احنا قاعدين بنلعب في الالعاب المطاطيه والدباديب والحاجات اللي انا وريتها لكم اللي انا قلت لكم عليها دي. استخدمت معاه كل الاساليب. كان ساعه ما كان بيعمل كنت بعمل فرح واديله شوكولاته، كان ساعه ما يعمل اقول لتيتا واقول لبابا ونعمل فرح بقى ويسقفوله كل التشجيع ده. صاحب بقى ما كان بيعمل بصراحة يعني كنت بتضايق وكنت بعاقبه، بس ما انصحكيش ان انت تعاقبيه، لان انا ندمت بصراحة ان انا كنت بعاقبه على حاجة زي كده. ندمت. فانتي ما تعاقبيش ابنك باي شكل من الاشكال. لو عمل هو غصب عنه، ما هوش قاصد ان هو يغيظك، ما هوش قاصد ان هو يوسخلك يعني المكان. بالنسبة بقى للرقية، كانت الطفل التاني فكانت اسهل بكتير جدا في التعليم من الاولاني، لان هي كانت شايفة اخوها فكانت فهمت الفكرة منه. برضو اخدت معايا كام شهر لحد ما نضفت خالص، لحد الان لسه بتلبس وهي نايمة، بس عشان خاطر انا بس اللي مش بقومها كام مرة في اليوم في الليلة يعني، فده راح عليا انا بلبسها بس بامبرز في الشتاء. بس هي بيقولوا ان البنات بتكون اسهل في تعليم التويلت عن الصبيان. دي كانت تجربتي مع
بودي ورقية. يا رب اكون فدتكم ولو بمعلومات بس بسيطة. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وشير، يعني مشاركة للفيديو على الجروبات اللي انتم مشتركين فيها على الفيس، ولايك لو الفيديو عجبكم. لو الفيديو ما عجبكوش اعملوا ديسلايك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله. ايوه، وما تنسوش تفعلوا الجرس اللي جنب كلمة اشتراك عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة للقناة. والسلام عليكم.